يا بابا يا بابا يا بابا. ايوه يا حبايبي، عايزين ايه؟ عايزين خروف العيد. ايوه يا بابا، وانت رايح تشتري خدنا معاك عشان انا عايزه خروف كبير عنده قلون كبيره ولونه ابيض وشكله حلو. حاضر يا حبايبي. فعلا يا كين انت اتاخرت قوي، خلاص ده كلها 3 4 ايام والعيد يجي. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا باربي. معلش يا باربي، ما انت عارفه الظروف، كنت مستني لما اقبض المرتب بتاعي الاول عشان اجيب لكم خروف حلو كبير وعنده قرون. طيب هنروح امتى بقى ان شاء الله؟ بكره باذن الله هننزل نشتري احسن خروف في السوق كله. خلاص يا سيدي. الله. ايوه، هو الراجل ده اللي جبنا منه السنه اللي فاتت يا باربي. ايوه يا كنا عنده حاجه جميله قوي المره دي. ايوه يا بابا، عنده الخروف الابيض اللي احنا عايزينه، وده كبير قوي يا بابا. فعلا يا ولاد، هو كبير فعلا. يا دوبك يكفينا ويكفي بابا وماما واخواتي ونوزع على حبايبنا. ايوه يا باربي فعلا. طب يا كين نحاول تركن في اي حته. حاضر يا باربي، اصبر عليا يا باربي. اعمل ايه يعني؟ ما انتش شايفه السوق وعامل ازاي والدنيا زحمه اصلا. بس ده الراجل ما عندوش الا حتتين 2 بس. ايه ده؟ في ايه؟ هما خرفين 2؟ كويس يا باربي اللي لحقناه اصلا. ده احنا جايين متاخر، ده خلاص فاضل 3 ايام على العيد. طب الحمد لله ان لحقنا حاجه قبل ما يبيعهم. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، عليكم السلام. اتفضل. يا ماما خليه يجيب اللي هناك ده. ايوه يا ماما، احنا عايزين الابيض الكبير ده. الله. ماء. بس يا حبيبتي انت وهي بقى، خلي باباكوا يعرف يتكلم مع الراجل، وبعدين عشان يفاصل فيه ونعرف ناخده بسعر كويس. اتفضل حضرتك يا فندم. ربنا يخليك. كنت عايز بس اعرف الخروف الابيض اللي هناك ده عامل كام، يعني سعره كام بالظبط؟ انا تحت امر حضرتك يا فندم. السوق كله عشان خاطرك يا فندم. ربنا يخليك. انا بس بسأل على الخروف الابيض اللي هناك ده. الخروف الابيض اللي هناك ده عامل 8000 جنيه. يا لهوي، ليه؟ ايه يا فندم؟ ما حضرتك عارف يعني انا اقل واحد في السوق، وانت باين عليك اشتريت مني قبل كده. انا حاسس ان شبه حضرتك مش غريب عليا. فعلا انا شاري منك السنه اللي فاتت واللي قبلها. انت نسيتني ولا ايه؟ لا يا فندم، انا ما اقدرش انسى الزباين بتوعي. بس معلش يعني 8000 جنيه يا دوبك اصلا. حضرتك عايز حاجه اقل؟ خد الاصفر اللي جنبه ده عامل 6000 جنيه. لا، انا عايز الابيض الكبير اللي هناك ده عشان ولادي هم شبطانين فيه. شرطين لازم يكون خروف لونه ابيض، وده حجمه حلو بالنسبه للي انا يعني هوزع منه وكده على الحبايب، وانت عارف يعني. خلاص يا فندم، خلاص ما تستخسرش يا فندم، ده انا بديك حاجه حلوه جدا. خلاص يا سيدي. طب انا كده هتوصله لي ازاي؟ ان العربيه بتاعتي مش هتكفي تشيله. لا يا فندم، انا عندي التوصيله وعندي كل حاجه، يطلعوا لك لحد عند حضرتك على الباب على طول. انت عايزه امتى؟ يوم الوقفه ولا عايزه النهارده ولا عامل يعني؟ شوف حضرتك. لا، ممكن قبل الوقفه بيوم. انا بحب اخليه عندي الولاد يلعبوا بيه شويه. فعلا يا فندم، ربنا يخليهم لك. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. ماء. كل سنه وانت طيب يا كن يا حبيبي. الخروف جميل قوي. وانت طيبه يا باربي يا حبيبتي. كل سنه وانت طيب يا بابا. كل سنه وانت طيب يا بابا. وانتوا طيبين يا حبايبي. شفتوا بقى؟ جبتلكوا الخروف اللي نفسكوا فيه. فعلا انك انت خروف جميل جدا وكبير قوي ما شاء الله. يكفينا بقى ويكفي بابا وماما وكلنا ناكل بقى، ونبقى حاجه جميله كده نشوي منه. فعلا يا باربي. وهتعمل ايه بقى في الجزار في العيد؟ هعمل ايه في ايه؟ الراجل بتاع الخروف اللي انا جبت منه الخروف بيقول لي عندي جزار هياخد 1500 جنيه، كتير قوي. طب هنعمل ايه يعني مش هنجيب جزار يعني؟ بقول لك يا باربي، ما انا بعرف اعمل كل حاجه. انا اعمله انا كله واقطعه لكم واسويه لكم كمان. انت نسيتي؟ ما انا بعرف اعمل كل حاجه. ماشي يا كن، بس ده خروف كبير قوي، مش هتقدر عليه لوحدك. ده ممكن يخبطك ولا حاجه، وبابا مش هيقدر يساعد معاك. راجل كبير انت عارف، مش هيقدر يعمل معاك حاجه خالص. يا ست انا مش عايز حد يساعدني، يا دوبك بس تمسكوا معايا ويعني كده. يعني في ايه يا باربي؟ في ايه يعني؟ عايزاني ادفع 1500 جنيه على ثمنه، وهو ثمنه 8000، يبقى 9500 جنيه. اجيب منين انا ده كله؟ خساره يا باربي المبلغ ده كله.
ما تستخسرش حاجة يا كين، كل مرة كده تستخسر وفي الآخر تتدب على دماغك وترجع تندم تقول يا ريتني كنت دفعت، يا ريتني كنت دفعت. خلاص يا باربي بقى، خلاص ان شاء الله انا اللي هعمله، مالكيش انت دعوه. ايوه يا بابا ان احنا نعمله معاك، انا بقى بعمل كل حاجه يا بابا، وانا كمان انا كسر كبير من زمان. يا حبايبي ربنا يخليكم ليا يا رب.